السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا عملنا مجموعة محاضرات كده عشان اخواننا الطلبة اللي هم بيدرسوا واللي هم خريجين جداد، عشان يفهموا يعني ايه محاماة ويعني ايه قانون ونمشي ازاي ونتعامل ازاي. وطبعا في اخر الحلقة اللي فاتت قلت لكم ان انا جاهز ان انا استقبل تساؤلاتكم واستفساراتكم وارد عليها. ففي عندي بصراحة مجموعة اسئلة من شباب زي الورد، يعني ان شاء الله نحتسبهم يعني هم شباب تفرح يعني، او الجيل اللي جاي اللي هو ناوي يعدل يعني. ففي سؤال الاولاني من الاستاذ عمر احمد بيقول بيقول محتاج قد ايه تقريبا شغل واكتساب خبره كفايه عشان اشتغل حسابي ويكون ليا مكتب خاص بيا. بص يا عم عمر، في يعني باختصار شديد كده، لازم من اول حاجه تعرف يعني ايه شغل اداري جوه المحكمه. لازم يعني ايه تعرف اصل الصحيفه، يعني ايه اعاده اعلان، يعني ايه اعلان، يعني ايه تحقيق، يعني ايه استجواب، يعني ايه مرافعه، يعني ايه مذكره، يعني ايه هبدي دفوع ازاي، يعني ايه دفوع شكليه، يعني ايه دفوع موضوعيه. كل ده الشكل. احنا النهارده كنا في غرفه محامين بندر امبابه بنتكلم فيها عن الشكل قبل الموضوع. يعني ما ينفعش ابقى راجل محامي وداخل المحكمه ولابس لي بنطلون مقطع وتيشيرت، لا، او لابس لي قميص كده مقلم في ومضلع وبتاع وحاجه كده منيله مش مظبوطه من غير رابطه عنق، لا ما ينفعش. شكلك لازم يبقى شكلك يقول ان انت راجل استاذ محامي. فهكذا برضو عشان يبقى عندك الخبره لازم اعرف شكل الدعوه ايه واساس الدعوه ايه وهي اعاده الاعلان. اعرف الاجراءات دي الاول. عرفت الشغل الاداري، عرفت اقدر اخش المحكمه، طالع المحضرين، طالع التنفيذ بتاع الجنح، طالع التنفيذ المدني، طالع المطالبات، طالع عند رئيس القلم، طالع المكتب الامامي، اي دعوه هو ده. عرفت الاول الاداريات، بقى عندي الخبره. بعد الخبره، بعد الاداريات دي لازم اقعد اقرا في ايه بقى؟ زي ما انا قلت لكم قبل كده، هعرف قانون المرافعات كله بمواعيده باعلاناته باستئنافاته، كل حاجه تخص قانون المرافعات من اول ماده واحد لحد اخر ماده في قانون المرافعات. ده لو انا هشتغل جنائي، قصدي هشتغل مدني. هشتغل جنائي هاخد قانون الاجراءات الجنائيه كله زي ما هو، وبعد كده ابدا بقى اشتغل في قانون العقوبات العام والخاص. تمام؟ يبقى في المقام الاول والاخير قلت لك اخد الشكل الاول، بعد كده اخد المضمون. ده السؤال بتاعنا. انا خلصت دول، هبقى محامي كويس؟ هتبقى محامي كويس، يبقى عندك خبره وتبدا تفتح مكتب، بحيث ان لما يجي لك عميل يقعد قدامك تبقى انت فاهم هو عايز ايه او موضوع ايه او نحله ازاي. بس ده طبعا لازم تكون شغال مع راجل استاذ زميل محامي فاهم هو بيعمل ايه، عشان طول ما انت قاعد عنده في المكتب تقرا في الملف ده، تقرا القضيه دي، تفهم الموضوع ده، تسمع المرافعه دي، تقدر تكون عقيده عندك انا هبدا اتعامل مع العميل اللي جاي لي يقعد قدامي اتعامل معاه ازاي. تمام كده؟ اعتقد كده الاجابه سهله وبسيطه وما خدتش مني سنتين. السؤال الثاني، الاستاذ حسين، استاذ حسين محمد بيقول لو سمحت تنصح واحد عمال بيعيد في الجامعه يكمل ولا لا؟ انا هرد عليك رد صغير. يكمل ولا لا دي بتاعتك، انت عايز ايه؟ انت عايز تبقى استاذ محامي لازم تكمل، عايز تبقى وكيل نيابه لازم تكمل، عايز تبقى عضو نيابه اداريه او هيئه قضايا الدوله لازم تكمل. طيب انا بقى مش عايز الكلام ده، يبقى انا شايف ان انا ما اتعبش نفسي واضيع وقتي، اشوف حته ثانيه خالص اقدم فيها واشتغل فيها. خلاص كده؟ طيب اكمل ولا لا دي مش بتاعتي، دي بتاعتك انت. وخد بالك من نقطه، المحاماه دي حاجه لذيذه جدا وحلوه جدا وجميله جدا. لازم انت يكون عندك القناعه التامه في ان انت تاخد القرار، هل انا هكمل هشتغل محامي ولا لا، هكمل في الهيئات القضائيه بتاعتي ولا لا، هكمل في الشرطه في النيابه ولا لا. بس عرفت هعمل الحاجات دي، اخترت وانا عقدت العزم والنيه على كده، لازم اكمل. طب انا ما عنديش النيه للكلام ده، يبقى انا رايح دماغي خالص، اسيبني من الشغله ديت واشوف انا هنفع في ايه واكمل فيه. طيب في سؤال ثالث من الاستاذه شيماء عزت، قالت ايه بقى؟ هل في كتب معينه او فيديوهات معينه اقدر استعين بيها تفيدني ان افهم المجال قوي؟ طبعا. بص يا سيدي، احنا كنا بنعمل ايه؟ احنا كنا بناخد الشغل من المكتب اللي شغالين فيه، ننزل نعمل الشغل بتاعنا ونبدا نخش قاعات الجنايات، نشوف الاساتذه الزملاء الكبار وهم بيترافعوا ازاي. فبديت اتعلم منهم، اسمع منهم كويس قوي هو بيبدا مرافعته ازاي. بديت اسمع منه هو بيتكلم في موضوع الدعوه ازاي. بديت امسك مذكرات مكتوبه في الجنح او في الجنايات او في المدني واقرا المذكره، شكل المذكره ازاي. ما هو انا بقالي 25 سنه محامي، خلال ال 25 سنه دول انا قريت كام مذكره، قريت كام كتاب، شفت كام مرافعه قدامي شغاله. لازم اقعد جوه قاعات الجنح
وقاعات الجنايات عشان اسمع منها الاساتذه بتترفع ازاي وبتبدا ازاي وبتشتغل ازاي وبتنتهي في نهايه المطاف ازاي. اشوف فيديوهات، طبعا اشوف فيديوهات. طب اقرا كتب؟ انا شايف ان انت ما تقراش اي كتب وخلاص، لازم لما تيجي تقرا للقانون تحديدا تقرا من امهات القانون. يعني شوف السنهوري باعتباره العلامه بتاع القانون المدني قال ايه في القصه دي. قال ايه في العقد؟ يعني ايه عقد؟ يعني ايه اتفاق؟ يعني ايه متعاقدين؟ يعني ايه الاراده الحره؟ يعني ايه الاراده المعيبه؟ يعني ايه التنازل الضمني؟ يعني ايه التنازل الصريح؟ يعني ايه العلم اليقيني؟ يعني ايه العلم الظني؟ يعني ايه العلم الحكمي؟ كل ده لازم تفهمه. هتفهمه منين؟ هتفهمه لما تقرا في امهات القانون. تمام؟ يبقى لازم اقرا كتب، اقرا كتب. ما اقراش من كتب ملهاش اصل. يعني في الكتاب اللي بيتباع على الرصيف ب 2 جنيه و5 جنيه و10 جنيه و20 جنيه، لا انا ما اقراهوش. لما اجي اقرا لكتاب مؤصل ليه سند. تمام؟ زي رواه الحديث. رواه الحديث بيقول لك انت ما ينفعش تاخد حديث وخلاص، لا، لازم اخد الحديث الصحيح اللي ليه سند صحيح في الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا القانون. ما ينفعش اخد القانون من اي واحد كاتب لي كلمتين، لا، ده مش صح. اخد القانون منين؟ من امهات الكتب. وانا لما براجع امهات الكتب باخد منها المعلومه القانونيه، بتعلم منها الصياغه القانونيه الصحيحه، ادي واحد. اتنين، بتعلم منها الاسلوب اللي يليق بيا كراجل محامي حينما اتحدث. ما هو في فرق بين المحامي وبين العام. انا بفهم منين انت راجل محامي؟ من اللفظ اللي خارج منك ومدى ثقه لللفظ ومدى ثقه لمعناه. تمام كده؟ عرفت اقول الكلام ده؟ كان استاذنا الدكتور عنايه الله يرحمه قال كلمتين، قال تموت اللغه العربيه في جميع الكليات وتحيا في كليه الحقوق. ليه؟ لان احنا اصحاب البلاغه. نحن اصحاب المعاني الرئيسيه الصحيحه. هنفهمها منين؟ من احكام النقض القديمه ومن الكتب القديمه ومن امهات القانون القانونيه. تمام؟ يبقى انا متفق معاك. اشوف فيديوهات فيها مرافعات، اسمع مرافعات كتيره جدا من قاعات الجنايات، اقرا كتب كتير، ابحث تمام فيها، وارجع تاني اخد المرجع بتاعي منها. في سؤال اخير. السؤال الاخير جالي من واحده، من استاذه اسمها الاستاذه ندى حسين. استاذه ندى قالت ايه؟ قالت انت وصلت ازاي وطريقه اجتهادك كانت ازاي وعملت ايه عشان توصل. انا دلوقتي وصلت ازاي؟ بصوا يا اخواني، انا وصلت ازاي؟ اولا انا راجل عاشق للمحاماه وعاشق للقانون وعاشق للبحث، ان انا ازاي اجيب القضيه اقراها، اطلع من القضيه ديت ايه الفكره اللي انا ابحث عنها جوه كتب القانون، وابدا اجيب المراجع بتاعتي اطلع الحل للقضيه بتاعتي. يبقى انا بديت الاول لما كنت شغال في المكتب عند استاذنا الله يرحمه الاستاذ احمد ناصر، كنت بجيب كتب الجنايات كلها وقضايا الجنايات كلها ومذكرات نيابه النقض والاحكام الجنائيه، اقرا الكلام ده كله، معلومات للعلم بالشيء. حلو. فقريت احكام نقض، قريت احكام جنايات، قريت جنايات، قريت قضايا مدنيه، قريت مذكرات كتيره جدا. خرجت من المكتب بديت اتعلم في مكتب تاني فن العمل الاداري، ادركت فن العمل الاداري وخدته ومشيت بيه. بعد كده بديت اشتغل احوال شخصيه واكتب فيها واقرا وهكذا. اذا مناطق الخبره بتاعتي منين؟ من القرايه، من الاحتكاك بالسوق باستمرار، من تواجدي جوه غرف المحامين وسط كبار المحامين ووسط القضاه والجماعه المستشارين اللي هم بيتكلموا معانا او بيعلقوا على الاساتذه المحامين وهم بيترفعوا. تمام؟ من خلال شغلك ومن خلال ان انت دايما موجود في المحكمه، موجود دايما في القاعه، موجود دايما وسط الكتب، بتقرا دايما وبتطلع وبتحضر المحاضرات القانونيه، كل ده بيعمل عندك خلفيه او باك جراوند زي ما احنا بنقول قانونيه محترمه. تبدا لما يجي العميل يقعد قدامك تبقى انت فاهم هو جاي بيسال في ايه، وانت هتتكلم ترد تقول ايه، وانت هتبدا تتعامل معاه ومع غيره ومع اوراق القضايا ازاي. تمام؟ الخبره اللي خدتها ما خدتهاش من فتره قليله. انا زي ما انا قلت لكم انا بقالي 25 سنه محامي. ال 25 سنه دول اشتغلت مع كل طوائف المجتمع واشتغلت في جميع القضايا، وما عنديش خلاف ان انا اراجع تاني مع اي حد، وبحب جدا الفكره الجديده، واحب لما يجي لي زميل لسه متخرج قاري معاه ماجستير او بيبحث في طريق الدكتوراه وعنده فكره قانونيه نبدا نطبقها. ما نطبقهاش ليه؟ وندور عليها ونشوفها فين ونشوف التاصيل والسند القانوني بتاعها. انا كده رديت على تساؤلاتكم، وبقول لكم ان انا ان شاء الله باذن الله هعمل لكم جروب كامل بصفحه كامله على الفيسبوك عشان نستقبل كل التساؤلات بتاعتكم وكل الافكار وكل الاستشارات القانونيه اللي عندكم اللي انتوا عايزينها، وهرد عليكم ردود قانونيه
تخلص اي معلومه انت محتاجها، وعايز اي فيديو هبعته لك، وعايز مرجع كمان ترجع له في المعلومه القانونيه هبعته لك برضو على الصفحه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.